عارفة اللحظة اللي بتحسي فيها إن دماغك مش ساكتة، أفكار كتير مش مؤذية بس مزعجة، كأن في حرب جوه دماغك، حقيقة إن دماغك بقت مجهدة من الحمل اللي شايلاه، من شغل لدراسة لعلاقات لتوقعات الناس، الخوف من بكرة، حتى التفاصيل الصغيرة اللي محدش بيشوفها غيرك وانت شايلاها لوحدك. صدقيني اللي بيتعب مخك مش الأفكار نفسها، اللي بيتعبه إنك بتحاولي تسكتي بسرعة، تبدأي تسكرولينج بالساعات عشان تلهي نفسك، نوم زيادة عشان تنسي أو تجاهل وتقولي مفيش حاجة. كل ده بيزود الصوت جوه دماغك بدل ما يهديه. والمفاجأة الطرق اللي بنستخدمها عشان نهدي مخنا هي اللي بتوتره. السوشيال بتفتح ألف باب مقارنة، النوم بيخليك تصحي متلخبطة، الهروب بيخلي الفكرة تكبر بدل ما تختفي. الحل في 4 خطوات بسيطة تقدري تعمليهم في أقل من دقيقة وهيفرقوا معاكي جدا. أول حاجة، خدي نفس عميق في 4 ثواني، اكتمي النفس ثانيتين وطلعيه في 6 ثواني. كرري الحركة دي 3 مرات وتحسي انك هديتي بعدها. 2، اكتبي اللي شاغل بالك، اكتبي كل اللي حاساه من غير ترتيب ولا تفكير. كتابة بتفضي مساحة جوه دماغك. 3، اشربي مية على 3 مرات، المية بتهدي الأعصاب، تخلي جسمك يبعت إشارة أمان للمخ. 4، ركزي في حاجة واحدة قدامك، لون، شكل، صوت، أي تفصيلة صغيرة، ركزي عليها 10 ثواني بس، تحسي إن الدوشة جوه دماغك بدأت تهدى. جربي ال4 خطوات دول، أول ما تحسي إن دماغك تقيلة أو مش مظبوطة وقوليلي في الكومنت امتى آخر مرة حسيتي إن دماغك كانت محتاجة تهدى.